السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على النطق الصحيح للأملاوت. أنا عندي في اللغة الألمانية 3 حروف زيادة اللي هما الأملاوت. عندي أملاوت، أملاوت، أملاوت. تمام كده. بالنسبة لي الإيه إن أملاوت سهل جدا، اللي هو الإيه أملاوت اللي هو وعليه نقطتين، ده الأملاوت بينطق إيه أكنه حرف إيه عادي. خلاص دي مفيهاش مشكلة. زي إيه فعل أكليرن، أكليرن. تمام كده. فهنا بتنطق ايه. طيب تاني حاجة الاو املاوت، وهنا بتنطق حرفين في حركة واحدة. بنطق حرف الاي الاول وبعد كده بضم ضمة بسيطة اللي هو بنطق حرف الاو، فيبقى اي او، فيجي ورا بعضه يبقى اي اي. تمام. انطق حرف الاي الاول وبعد كده انطق حرف الاو، هيجي معاك بس بالتمرين. طيب مثال عليه شين، شين. تمام. اللي هو يعني جميل، صفة بمعنى جميل. تمام كده. طيب بعد كده عندي آخر حاجة اللي هي الأو أملاوت، عليها برضو اللي هي حرف الأو وعليه نقطتين، يبقى أملاوت بينطق برضو حرفين، بس حرف الإي ثم حرف الأو، فأنا بضم جامد. فخلي بالك بص، إي 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 إي. تمام. فهيجي معاك بالوقت، يعني اتدرب عليها كويس جدا. يبقى إي. تمام. طيب مثال عليها über، über، وده حرف جر. تمام. اتمنى يكون النطق واضح. اتدربوا عليها كتير جدا، كل ما تتدرب عليها كل ما تنطقها صح. فاتقنها من دلوقتي عشان مع الوقت تلاقي الموضوع معاك بقى اسهل وبقيت تنطقها صحيح، ما فيهاش اي مشكله. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.